حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والطبيعي إن احنا أقوى من الظروف بمدد ربنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هي الست الطيبة الشاطرة اللي استثمرت رجل الحمار اللي عندها وما استنتش الإبرة وغزلت، هي استعانت بربنا سبحانه وتعالى ولم تستسلم للعجز. فبص على إمكانياتك وسمي الله واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مدده في ظهرك. ولو عايز تعتذر اعتذر للظروف وقول أنا مكمل وربنا هيساعدني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين. حبايب قلبي وحشتوني جدا من آخر فيديو عملناه مع بعض، ورجعت لكم بقى النهاردة في فيديو جديد وجميل ومميز جدا بالنسبة لي. فيديو مشتريات السوق يا بنات، ان شاء الله كده هنعمل منها مع بعض بإذن الله في الفيديو الجاي كل تفريزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا بنات، رمضان خلاص على الأبواب، قلت بقى كده أبدأ معاكم وكمان نشجع بعض بشوية مشتريات كده حلوة بإذن الله تنفعنا كتير في شهر رمضان، علشان كمان بإذن الله كده في شهر رمضان يعني ننظم بقى وقتنا ونستغل يومنا لله في العبادة وكمان الصلاة والصوم بإذن الله. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وندعي لأهل غزة بالنصر ولأمواتنا جميعا بالرحمة. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف التجهيزات الجميلة بتاعت شهر رمضان ونعرف الأسعار كده بالتفصيل ونشوف هنخزن مع بعض ايه بإذن الله لشهر رمضان، وايه اللي هنخلله وايه اللي هنستخدمه. أول حاجة يا بنات، صحيت من النوم طبعا كده زي ما انتوا شايفين. يعني فطرت حاجة بسيطة وشربت حاجة سخنة، انتوا عارفين ان معايا برد من الفيديو اللي فات وكنت تعبانة جدا، بس الحمد لله انا بقيت احسن بكتير. بشكر طبعا كل الناس الجميلة اللي دعت لي في التعليقات. وبس كده شربنا بقى شوية ينسون كده على الصبح، قلت أبدأ كده اليوم يعني بلاش بقى في النهاردة أشرب شاي أو قهوة، قلت أشرب حاجة سخنة كده يعني تقوي المناعة شوية. وكمان دخلت بقى على المطبخ، قلت أنضفه بحيث لما يعني أشتري حاجات السوق كده أكون مرتاحة نفسيا والمطبخ حواليا كده يكون نضيف. طبعا صليت بقى وقريت الأذكار بتاعتي. عايزة أقول لكم الأذكار دي يعني كنت الأول ممكن أقولها يوم ويوم لأ، ولكن بصراحة من يوم شهر رجب ما بدأ وأنا عندي عزيمة كده إن يكون ده الورد بتاعي كل يوم. وبجد يا بنات الأذكار في المطبخ حاجة اللهم بارك، بجد راحة نفسية رهيبة. يعني لو بتنسيها في أي مكان جوه الشقة لأ حطيها في المطبخ. طبعا عشان أكتر مكان يعني بنقضي فيه وقتنا هو المطبخ. أنصحكم بيها خصوصا بقى اليومين دول. ربنا كده يرزقنا الطاعات ويجعلنا صحبة صالحة لبعض دايما يا رب في الخير. نزلت السوق يا بنات وانبهرت بصراحة جدا من الأسعار. كنت بقى بصراحة يعني مفكرة الأسعار يعني غالية وكده، بس لا اللهم بارك الأسعار بجد في اليوم ده كانت تحفة جدا وجميلة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة كده جبت كيلو ونص من البصل الأحمر، طبعا مع اللي موجود عندي في البيت. وانا بصراحة جبت نوعين من البصل، جبت الاحمر ده ان شاء الله هفرزه معاكم، ولو نزلت ان شاء الله كمان هجيب كده كيلو ونص بحيث ان يكون عندي حوالي كده 3 كيلو مفرزاهم لرمضان. الكيلو فيه عامل 20 جنيه يعني. دول كيلو ونص كده ب30 جنيه. طبعا هو في السوق سعره 30 وكمان ب35 جنيه. بصراحة عجبني كده سعره، يعني حبيت اجيب منه الكمية دي بحيث ان انا ان شاء الله افرزها كده واحطها في اكياس. بإذن الله هنعمله مع بعض بطريقة حلوة جدا وان شاء الله هتعجبكم. جبت كمان البصل الابيض. لقيته كده برضو ب15 جنيه. هو شكله بصراحة مش حلو قوي بس نقينا منه كده، يعني احسن حاجة كانت موجودة فيه. قلت حلو، يعني بصراحة أنا بحب الشوربة بقى تكون يعني لونها أبيض كده وجميل، فبحب أستخدم لها البصل الأبيض ده. جبت كده 2 كيلو من سعر 30 جنيه، يعني الكيلو ب15 جنيه. بصراحة سعره حلو جدا جدا. هو كمان برضو موجود يعني سعره الأصلي ب30 وب25. البصل ده كمان حلو جدا بقى للناس اللي بتحب بصل مخلل البصل. طبعا على قد حجمه ده بيكون صغير كده وجميل، وكمان طعمه بيكون مسكر قوي يا بنات. ممكن كمان ينفع عادي نفرّز منه ما فيش أي مشكلة. بيكون بالعكس يعني بيسكّر الأكل خالص وبيخلّيه حلو جدًا، ولكن هو يعني مشكلته الوحيدة إنه بيسحب زيت كتير، يعني لمّا بتيجي تطبخي بيه وكده بيشرب كمية زيت كبيرة جدًا، عكس طبعًا البصل الأحمر. جِبت كمان إيه، جِبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جِبت كمان الخيار ده. إن شاء الله كده هاعمله معاكم مخلل، وعايزة أقول لكم يا بنات الخيار حلو أوي، أوي بجد اليومين دول. طعمه كمان مسكّر أوي. بالرغم كده إني مش باكله يعني في الشتا كتير علشان بيكون يعني جوّه التلاجة بقى وبيطلع ساقع وكده.
بس بصراحة هو حلو جدًا وطعمه مسكّر اليومين دول. جِبت كده حجم وسط، يعني ولا كبير ولا صغير أوي، علشان كمان هاعمله مخلِّل معاكم بإذن الله. هاتي كده بقى الخيارة الناشفة اللي بتكون يعني طازة كده وبتلمع، دي بتكون خيار يعني بيكون الخيار ده حلو أوي، وكمان لو هتخلّليه بيكون مقرمش كده وجميل. سعره برضه كان حلو أوي بالرغم من يعني إنه كان وصل ل20 جنيه، ولكن اليومين دُولة برضه سعره معقول. الكيلو منه كان ب10 جنيه، جِبت أنا هنا 3 كيلو. بإذن الله كده يعني هاخد منه شوية صغيرين والباقي هاخلّله، تمام. جِبت كمان 2 كيلو من الفلفل. الفلفل ده بقى يعني لحاجات كتير، للقلي بقى واللهم صل على سيدنا محمد للسلطة، وكمان هاخد منه برضو كده شوية للمخلل. بصراحة برضو مسكر وجميل جدا، والحاجات يعني الحاجات بصراحة اليومين دولت في شهر واحد كلها أسعارها حلوة، وفي نفس الوقت طازة كده وجميلة. سعره كان 5 جنيه. بصراحة الأسعار كلها اليومين دول يا بنات حلوة جدا، اللهم بارك. أنا جبت كده حوالي 3 كيلو تقريبا أو 2، مش بصراحة مش متذكرة قوي. اللي أنا فاكراه بصراحة إن سعره كان 5 جنيه. دول تقريبا يعني 2 كيلو ب10 جنيه. تمام. أوسع بس مكان كده علشان أوريكم بقية المشتريات، وتعالوا بقى نشوف البطاطس القمر دي اللي سعرها بجد يعني حلوة قوي. أنا بصراحة اتفاجئت من سعرها، وكمان جربتها يا بنات. طبعا أنا بسجل لكم الصوت على الفيديو طبعا بعد ما يعني ما جربت البطاطس ومعظم الحاجات. عايزة أقول لكم يعني البطاطس دي تحفة جدا، وسعر الكيلو فيها كان يعني الكيلو وربع ب10 جنيه. الأسعار بجد تحفة تحفة، عايزاكم كلكم كده تنزلوا تشتروا، هي فرصة بصراحة. أنا جبت كده حوالي 2 كيلو ونص بسعر 20 جنيه. وجبت كمان يعني الليمون ده جبت ربع كيلو كده علشان بصراحة موجود عندي في البيت. بس بصراحة كده يعني لما رجعت البيت قلت يا ريتني اشتريت كده كمية، لأن سمعت طبعا ان هو هيغلى الفترة الجاية. انتوا عارفين بقى الليمون وكده بيغلى على دخول شهر رمضان كل سنة. فلو حابين بقى تفرزوا كمية ليمون حلوة كده، حاولوا تجيبوها يعني الفترة دي قبل ما الأسعار تتغير. وكمان بقى الناس اللي بتحب مخلل الليمون وكده، لا سعره يعني يعتبر معقول. هو الكيلو حاليا ب20 جنيه يعني. هو مش رخيص ومش غالي، يعني معقول تمام. جبت ايه كمان، جبت بقى الفلفل الأحمر ده والفلفل الأخضر زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك يعني. شكله طازة وحلو قوي يا بنات بجد. بالنسبة لي بقى بصراحة يعني أهم حاجة في تفريزات رمضان الشطة الحمرا دي يا بنات، وكمان الشطة الخضراء. عايزة أقول لكم بقى دول عندي من أساسيات يعني كل حاجة. بعمل منهم طبعا تتبيلة، وبعمل هريسة الشطة إن شاء الله كده هتنزل لكم برضو في فيديو بطريقة حلوة جدا جدا وهتعجبكم. ويعني بعمل منهم بصراحة في كل الأكل، بينفعوني جدا. كمان الشطة الخضراء يعني دي استحالة استغنى عنها، خصوصا بقى لو عندي كده اسماك. وكمان برضو لو هتحشي بتنجان ممكن تحشي برضو بالخضراء وبالحمراء، مفيش اي مشكلة. انا جبت الكيلو ونص كده ب20 جنيه من الشطة الحمراء. وفي ناس لقيتها بتبيع الكيلو ب10 جنيه. وطبعا الخضراء يعني هي الكيلو ب10، جبت من دي 2 كيلو وجبت كيلو ونص. بصراحة حلوة جدا يعني، وكمان هتنفعني بإذن الله يعني خلال الشهر وطول السنة بإذن الله. جبت كمان ايه، جبت كمان بيعة الجزر الحلوة القمر دي. الجزر اليومين دول تحفة ومسكر وطعمه حلو قوي. انا جبت ال2 كيلو علشان ان شاء الله هعمله مخلل. وعندي كمان كمية حلوة كده في التلاجة بإذن الله، يعني ممكن أزود مع المخلل وممكن أفرزه. ولكن أنا بصراحة حبيت أجيب الصغير ده بحيث يكون طعمه حلو كده، والواحدة صغنونة كده في المخلل. هو حلو قوي يا بنات اليومين دول، وينفع طبعا طول شهر رمضان في كل حاجة. في العصاير كمان حلو قوي، مع البرتقال بقى لرفع المناعة ان شاء الله برضو هنعمله مع بعض. هو حلو جدا في الجو ده، وكمان بقى للمربى. وممكن كمان نعمل منه يعني نزود منه بقى للتسبيكات يعني. اقصد التعصيجة بتاعة اللحمة بيكون حلو قوي. انا بصراحة اي تعصيجة كده بعملها للحمة لازم ازود فيها بشر يعني سوري، جزر مبشور. طبعا بيخلي طعمها مسكر وبيزود معايا الكمية. ده غير طبعا الفوائد الجميلة اللي بتكون موجودة فيه. اه معلش يا بنات، هما 3 كيلو مش 2 كيلو. 3 كيلو جبتهم ب10 جنيه، يعني سعره حلو جدا الصغير. والجزر الكبير بقى الكيلو منه ب5 جنيه. رخيص جدا يعني، حاولوا بقى تفرزوا منه كده كمية حلوة. جبت كمان فلفل ألوان، هو سعره بقاله فترة شادد قوي، بس اليومين دول برضو سعره يعني كان معقول شوية. الكيلو منه كان ب25 جنيه. أنا جبت الأصفر ده بس، لأن عندي أحمر في التلاجة كتير.
طبعا الفلفل ده بقى يا بنات من اساسيات برضو رمضان، بيدخل برضو في حاجات كتير. ده غير بقى ان فيه نسبة فيتامين سي عالية جدا، يعني مش بنشتريه بقى رفاهية وكده، لا هو بصراحة حلو جدا. وكمان بقى مفيد خالص لما تدخليه بقى لولادك كده في الاكلات، هو بصراحة كله فيتامينات وكمان يعني طعمه مسكر وهيحبوه جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا بنات في التعليقات، وحطوا لي لايك للفيديو. وطبعا لو لسه اول مره تشوفيني ومش مشتركه معايا في القناه، لايك لاختك بقى من ايدك، وطبعا اكون مبسوطه جدا لو اشتركتي ونورتيني. جبت كمان القلقاسات الكبيره دي، وزنها كده 2 كيلو، من سعر الكيلو 20 جنيه. زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله حلوه وكبيره قوي. انا جبت واحده بس ليه؟ علشان عندي كمان في التلاجة كده 3 كيلو. حوالي كده 3 قلقاسات صغيرين، عاملين تقريبا يعني 3 كيلو او 2 كيلو ونص. طبعا يعني الكميه دي حلوه جدا بالنسبه لنا شهر رمضان، ان شاء الله برضو هنفرزه مع بعض بطريقه حلوه قوي. جبت كمان 2 كيلو برتقان كده سكري، لقيته حلو قوي وكمان سعره جميل جدا. الاتنين كيلو كده عاملين 15 جنيه، يعني الكيلو عامل 7 جنيه. حلو قوي يا بنات، وكمان يعني عندي ولادي بيحبوا طعمه قوي، خصوصا بقى انه بيكون مسكر كده وطعمه جميل. طبعا هو ليه اوقات كده بيظهر فيها في السوق، وفي اوقات طبعا يعني مش بيكون موجود خالص. جبت كمان ايه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، جبت كمان اللفت ده، طبعا علشان بقى هنعمل المخلل بتاع رمضان. هنعمل تشكيلة مخللات مع بعض حلوة قوي قوي ان شاء الله كده. انتظروا الفيديوهات الجاية وتابعوني، بإذن الله هتاخدوا سلسلة فيديوهات لرمضان هتفيدكم وهتستفادوا منها كتير. جبت ال3 كيلو دول يا بنات ب15 جنيه. حبيت اجيبه كده يعني حجمه يكون صغير، بحيث كده ان انا لما اخلله ان شاء الله كده يعني مش هقطعها، احط الواحده بحالتها كده، بحيث ان هي تستحمل معايا لشهر رمضان. وعندي برضو كمان يعني كيسه تانية جوزي كان شاريها، ان شاء الله برضو يعني هنفرصهم مع بعض باذن الله. جبت كمان القرنبيط ده، تعالوا بقى اوريهولكم، بس نوسع مكان كده مع بعض علشان بقى نشوف بقيه المشتريات الجميله بتاعتنا مع بعض. جبت بقى القرنبيط ده، طبعا الموسم بتاعه اليومين دول يا بنات، يعني لو هتفرزيه بقى الحقي بقى هاتي كده يعني كمية منه حلوة. طبعا سعره كمان معقول، الاتنين كيلو جبتهم ب25 جنيه مع بعض. بصراحة الأسعار كانت في الأرض، وفي نفس الوقت الحاجة كلها اللهم بارك، يعني زي ما انتم شايفين طازة وشكلها جميل. جبت كمان الكرومبة دي، وهجيب بإذن الله كمان واحدة كمان علشان أفرز الاتنين مع بعض كده. وهقول لكم بقى على طريقة حلوة بإذن الله من غير بقى ما يجلد ولا يجراله أي حاجة. إن شاء الله الفيديو بتاع التفريزات بإذن الله هينزل لكم على طول إن شاء الله، هو فيديو المخللات. زي ما قلت لكم تابعوني واشتركوا في القناة علشان بقى تشوفوني على طول وتوصل لكم كل فيديوهاتي أول بأول. جبت كمان ايه يا بنات، جبت كمان سبانخ. عايزه اقول لكم بقى السبانخ دي يعني بصراحه يعني حلوه جدا اليومين دول. انصح اي حد بيها بصراحه، لان هي يا بنات سبحان الله والله بجد فيها نسبه حديد عاليه جدا جدا. طبعا انا بوسع مكان كده علشان يعني اعرف اوريكم بقيه الحاجات، علشان زي ما انتوا عارفين الرخامه عندي يعني الحمد لله صغيره شويه، فبحيث ان انا اعرف اعرض لكم كل حاجه. شوفوا بقى السبانخ ورقها حلو وطازة وجميلة، وزي ما قلت لكم سبحان الله فيها نسبة حديد عالية جدا 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 أكتر من أي حاجة. ربنا كمان سبحانه عز وجل يعني خلى فيها فوائد ونسبة حديد عظيمة، وخلاها لنا في الشتاء طبعا، علشان يعني معظمنا بقى في الشتاء بتكون المناعة بتاعته يعني مع السلامة كده، مفيش مناعة خالص. خصوصا بقى الناس المريضة يعني لازم تاكلها كتير. وكل الأطفال يا بنات حاولوا كده تدخلوها لولادكم بجد، وتحببوها فيكم، تحببوهم فيها. بصراحة هي حلوة جدا، ويعني أسأل الله العظيم إن يشفي كل مريض في الأيام المباركة دي. سعرها كمان حلو قوي قوي، جبت التلاتة كده ب10 جنيه، جبت 6 منها ب20 جنيه. وجبت كمان بقى كمية الخضرة الحلوة المشكلة دي ب10 جنيه. وعايزة اقول لكم بقى يعني النعناع ده حاجة قمر كده، يعني ريحته كانت جميلة جدا وطازة، وجبت الاتنين ب5 جنيه. جبت كمان يا بنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جبت كمان بسلة، جبت كده كيلو ونص. طبعا هي لسه سعرها رافع شوية، بس لازم طبعا نجيب لأنها بطل التخزين في الشتاء، واستحالة كده نلاقيها في الصيف.
حتى لو هتجيبي دلوقتي مثلا كمية رمضان لحد سعرها ما ينزل، وكل ما تنزلي السوق كده تجيبي مثلا كيلو، كيلو ونص، ان شاء الله كده على رمضان هتلاقي عندك كمية حلوة قوي. هي ان شاء الله اكيد يعني هترخص بعد رمضان بإذن الله، ولكن هي سعرها شادد اليومين دول. انا جبت الاتنين كيلو كده من سعر الكيلو ب25 جنيه، جبت الاتنين كيلو ب50 جنيه. وعايزة اقولك يعني انت بقى مش شرط طبعا تجيبي كل ده، لا خالص، ممكن كده كل ما تنزلي تجيبي صنف او صنفين، وجنب الغدا بتاعك كده كل يوم تفرزي مثلا نوع او نوعين، ويعني مش هتحسي بقى بكمية، فاهماني؟ فرزي الخضار، اولا حلو وسعره جميل الفترة دي، وكمان اسعاره جميلة جدا ومناسبة كمان للتفريزات، وكمان علشان ان شاء الله كده في شهر رمضان، يعني رمضان مش شهر اكل يا بنات، لا احنا بنعمل كده علشان نلاقي باذن الله وقت كده في رمضان للعبادة. عايزين كده وقفتنا في المطبخ يعني ما تكونش كتير، هيبقى طبعا في صيام وفي دراسة وكمان في امتحانات، وكمان عايزين يعني نخصص وقت كده لنفسنا يكون للعبادة. فبصراحة يعني بصراحة أنصحكم تجهزوا كده وتستعدوا، وبرضو على قد إمكانياتكم وعلى قد ظروفكم تجيبوا الحاجات المناسبة ليكم. أنا طبعا جبت يعني كل الخضار ده مرة واحدة. أنا من طبعي لا بجيب كل يعني فترة حاجة، فاهميني، أو حاجتين، ولكن أنا طبعا علشان بعمل معاكم الفيديو قلت بقى نستفيد من بعض، وكمان أفيدكم بالأفكار ونعرف الأسعار. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وأمان عليكي بقى لو الفيديو عجبك، صلي على النبي كتير في التعليقات، عاوزين كده نوصل صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام لأكتر عدد من الناس، علشان كده ناخد الأجر والثواب مع بعض. وما تنسيش بقى يعني أختك من اللايك وتعليق حلو منك. ولو انت جديدة طبعا معايا في القناة هكون سعيدة جدا باشتراكك. وكل سنة وانتم